السلام عليكم، كيفكم؟ شو الأخبار؟ بطولة كأس العالم وأخيرا بدأت، البطولة اللي مستنيينها من زمان، البطولة اللي كل 4 سنين تلعب مرة واحدة بدأت بقوة، رغم أن المباراة الافتتاحية شهدت حالات غريبة، 3 كروت حمراء وفوز المكسيك صاحبة الأرض بهدفين نظيفين، هو صح كان متوقع وما كان شيء غريب. المهم أنا قبل ما أدخل بتحليل المباريات وقبل ما أمسك كل مباراة على حدة وأحكي عنها، في نقاط انحكى عنها قبل بداية بطولة كأس العالم، أو خليني أقول وقت بدأت بأولى مباريات البطولة. أول شيء خليني أحكي عن التنظيم، خليني أتكلم عن المقارنة بين تنظيم كأس العالم هي النسخة وبين تنظيمها النسخة الماضية. شوف، بعيدا على أني شخص عربي وبعيدا أني محسوب على المنتخبات العربية، على الشعوب العربية، خليني أحكي كلمة حق أنه نسخة كأس العالم في قطر لن تتكرر اليوم ولا بكرة ولا بعد 100 سنة. بينما اليوم كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك، صح كنا بنعرف أن أمريكا تدعم هداك اللي ما بيتسمى، هداك اللي ما بيتسمى اللي قتل العشرات والمئات من الأطفال والمشايخ والنساء، الله يهدهم ويخلصنا منهم إن شاء الله بأهون سبب. بس اليوم أنا مو حديثي أحكي بالسياسة ولا حديثي أحكي عن معاناة شعوب عانت بسبب هذا اللي ما بيتسمى. أنا اليوم مشجع كرة قدم، ما بحب أخلط السياسة بالرياضة. تمام لحد هون؟ بس في ناس مريضة ومنهم الدولة اللي عم تستضيف كأس العالم هي النسخة بتخاف على حالها، في عندها إجراء أمني شديد وقوي خوفا على حالها، وطبعا ما في حدا بيتصرف بهالطريقة إلا إذا كان عامل شيء وخايف من الرد. فاليوم أنا موضوعي هو الرياضة، بمسك مباريات بحللها، بحلل لك جودة الأداء، بحلل لك المستوى الفني والتكتيكي، ما بتدخل بالسياسة إطلاقا. حبيت أحكي هالكلمتين قبل ما خوض وأدخل بتحليل المباريات وخاصة منتخباتنا العربية والأداء اللي قدموه بأولى مبارياتهم. نبدأ بالمباراة الافتتاحية اللي كانت بين المكسيك وجنوب أفريقيا. اليوم جنوب أفريقيا ما له المنتخب القوي أنك صعب تجتازه، ولا له المنتخب المرشح للبطولة، وبنفس الوقت ما له المنتخب اللي ممكن تقول عنه أنه هو الحصان الأسود للبطولة. المكسيك لعب بأرضه وبين جمهوره، حقق نتيجة إيجابية، حقق انتصار بهدفين نظيفين. اليوم أنت عندك متسلح بعامل الارض والجمهور، تمام، وزيد عليهم انه عندك لاعبين قادرين يصنعوا الفارق، فالنتيجه اللي حققتها اليوم انت هي شيء طبيعي وما في اي مفاجاه فيهم. بس الشيء الحلو اللي شاهدناه بالمباراه هو القوانين الجديده اللي وضعت وتم تنفيذها كأول مرة في هاي النسخة من بطولة كأس العالم، منها حالات الطرد اللي شاهدناها. وننتقل للمباراة الثانية اللي جمعت بين كوريا الجنوبية والتشيك. كوريا الجنوبية حققت انتصار جدا مهم في المجموعة. اليوم كوريا الجنوبية بهذا الانتصار يعني أعلنت تفوق قارة آسيا على قارة أوروبا. يعني اليوم أنت نحكي عن كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية أحد أقوى وأكبر المنتخبات في قارة آسيا. اليوم لما نحكي نسأل بحالنا مين عندك المنتخبات الكبيرة بقارة آسيا، رح تمسك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وإيران، حطهم بكفة، ومع احترامي لباقي المنتخبات بس هن بالكفة الثانية. الانتصار اللي حققه كوريا الجنوبية على تشيك هو انتصار جدا مهم، أخذ فيهم 3 نقاط وتقريبا تصدر المجموعة، مع أنه أنا كنت بتوقع انه التشيك هو اللي تصدر مجموعته، بس الى الان حظوظهم موجوده والتشيك لسه عنده مبارتين قادر يتخطى فيهم الخساره من كوريا الجنوبيه بالجوله الاولى ويعوضهم ويفرض نفسه حتى يقدر يتاهل للدور القادم. ولكن الغرض في المباراه الثانيه يعني احتمال كبير جدا انه يخرج من دور المجموعات. اما المباراه اللي جمعت بين كندا والبوسنه والهرسك، بصراحه يعني دائما انا توقعت كندا تكون متصدره بجانب سويسرا من هاي المجموعه، بس البوسنه والهرسك يعني لابد ان يكون له حظوظ بالتاهل كافضل ثالث مثلا. بس البوسنه والهرسك قدم اداء عاك يعني خالف توقعاتي بالمره. يعني يوم كندا بألف يا ولا خرجت من المباراة متعادلة بنتيجة إيجابية حققت فيها نقطة على حساب البوسنة والهرسك. بس اليوم بين المنتخبين يعني اليوم أنت بتحس أو بتحتار مين ممكن منهم يتأهل للدور الجاي كوصيف، أو ما راح أحكي كمتصدر، كوصيف، لأنه مستحيل تخرج الصدارة من يد سويسرا رغم أنها تعثرت أمام قطر وجاي الدور. ونحكي عن المباراة، خلينا نروح هلا لمباراة أمريكا ضد باراغواي، الفوز الكاسح اللي حققه المنتخب الأمريكي ب4 أهداف مقابل هدف. هلا شوف، أنا من الأساس أنا هلا اليوم تجي تسألني أنا ماني مصدوم من النتيجة أبدا. هتيجي تسألني كيف يعني مالك مصدوم وأساسا أمريكا ما له منتخب كبير ولا منتخب مرشح، بقول لك مزبوط، بس اليوم الباراغواي أنا حكيت عنه وشرحت
انه خارج من تصفيات من امريكا الجنوبيه، تصفيات تعد سهله بالتاهل لكاس العالم. لذلك الباراغواي انا ما كان مخوفني، وانا اساسا تجرأت وحطيته بالمركز الاخير بالمجموعه، هيك كان توقعي. لذلك امريكا اليوم صح هو ماله المنتخب المرشح، ولكن منتخب قوي، منتخب يملك لاعبين بينافسوا وبيلعبوا باوروبا. فبالنسبه لي الانتصار الكاسح اللي حققه الولايات المتحده هو كان يستحقه بجداره، وكان ممكن تكون اصلا نتيجه اكبر من هيك. والان خلينا ندخل بمباريات منتخباتنا العربيه اللي بصراحه فيها رفعوا راسنا. يعني اليوم قطر لما تعادلت مع سويسرا بالدقائق الاخيره، او بشكل اوضح وادق بالدقيقه الاخيره، حققت اول نقطه لها بتاريخها بكأس العالم. شيء جميل. انت شوف المعنويات او حسب المعنويات اللي ممكن يكتسبها او اللي راح يكتسبها المنتخب القطري بعد هي النقطة اللي حققها بالجولتين الجايين. انا لسه عن كلامي ولسه عن توقعي انه للاسف انا بتوقع المنتخب القطري يغادر من دور المجموعات، ولكن اليوم الاداء اللي قدمه امام سويسرا يرفع له القبعة. بصراحة لو استمر هيك ممكن يحقق مفاجأة وينتقل للدور القادم على الأقل كأفضل ثالث. المنتخب القطري كان عنيف، احتفظ بالكرة، دورها بالخلف، حرم المنتخب السويسري منها، وبصراحة قدم شيء ما كان متوقع ويحترم عليه. رغم أن سويسرا ما كانت سيئة، بس المنتخب القطري عرف يلعبها صح. طبعا لا ننسى فضل الحارس أبو الندى اللي أنقذ المنتخب القطري بأكثر من لقطة، وكان له بصمة بالمباراة، وهذا شيء طبيعي طالما هو من التشكيلة الأساسية اللي اختارها لوبتيجي. اليوم نحن كعرب صرنا ننظر للمنتخب المغربي على أنه مرشح للبطولة أو لأي بطولة بيدخلها، ما مو بس مجرد حصان أسود راح يعمل مفاجأة. لا، المنتخب المغربي صار ينظر له بطريقة مختلفة تماما عن باقي المنتخبات العربية. عم بحكي من قبل أي منتخب عربي، سواء المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا أي منتخب آسيوي عربي، كنا نقول أنه لو واجه مثلا فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، ممكن يخرج بأقل الأضرار، أو ممكن إذا ما خرج أو وتأهل ممكن عن طريق ضربات الحظ أو ضربات الجزاء. لا، اليوم عم نحكي عن المستوى اللي وصل له المنتخب المغربي. لا، قادر ينافس، قادر يجاري بقوة، قادر يعني تقريبا يوازي المستوى الفني لأي منتخب سواء كان أوروبي أو أفريقي. حتى أمام المنتخب البرازيلي اللي أنا توقعته شخصيا أنه هو يتصدر مجموعته، أنا توقعاتي مثل ما هي ما حأتراجع عنها. ولكن المنتخب المغربي قال لك تعال وين رايح، هات نقطة منك، حاخذ نقطة منك، ممكن أنا نافسك أساسا على الصدارة. خليني أذكر أنه المنتخب البرازيلي سيء، مو نفس المنتخب البرازيلي اللي احنا تربينا عليه سواء بوجود كارلو أنشيلوتي أو بدونه. وإذا بقى على هذا المستوى ما أتوقع بصراحة يروح بعيد بالبطولة. نعم راح يتأهل من دور المجموعات وهذا متوقع، وأساسا ما في عاقل بيحكي غير هيك، ولكن أنه يروح بعيد بالبطولة ما أتوقعها. خلينا ننتقل لمباراة استراليا وتركيا اللي حقق فيها المنتخب الاسترالي الفوز عن المنتخب التركي. في فيديو صغير انتشر على السوشيال ميديا بعد انتهاء المباراة، بيكون فيها أردا جولير بالممر قبل الدخول لأرض الملعب، بيقول فيها يلا يا شباب نحن قادرين نفوز عليهم، هن مو شيء قدامنا ونحن أقوى منهم بكتير. تمام، أي جملة لوحدها كافية تعطي حافز للخصم أنه يبذل أكثر من 200% من طاقته حتى ينتصر عليك. وفعلا هذا اللي صار، رغم أنه تركيا كانت الأقوى وكانت الأفضل، إلا أنه أستراليا قدرت تخطف هدفين وتنتصر بالمباراة وتحقق المطلوب. بمناسبة هالفيديو اللي انتشر في شغلتين جملتين حابب احكيهم. اولا، انت وقت انت تلعب ببطولة ضخمة مثل بطولة كأس العالم لازم تعرف انه ما في ولا منتخب وصل لهي المرحلة الا انه يكون وصل بجدارة واستحقاق، وصل بقوته. ثانيا، لازم تحترمهم وتعطيهم اعتبارهم قبل ما تدخل معهم أرضية الملعب. أما عن ألمانيا اللي أنهت الجولة الأولى أمام كوراساو بسباعية مقابل هدف، طبعا نتيجة كتير صعبة وخاصة للجمهور البرازيلي لأنه بتذكرهم بشيء ما راح أحكيه. ولكن اليوم ألمانيا لما تفوز بالسبعة فرضت ضغط إضافي عليها، يعني هي مرشحة للبطولة واليوم بعد الفوز بهالنتيجة فرضت ضغط إضافي. بس ما أعتقد أنه هذا الشيء أثر خاصة على الألمان لأنهم بيعرفوا كيف يتعاملوا مع الضغوط. بدي أحكي عن كوراساو، هو رغم أنه خسر بالسبعة ولكن بصراحة هو منتخب محترم، قدم شيء، هو منتخب جريء شجاع، يعني حاول يهاجم رغم انه خسران بالخمسه وبالسته وبالسبعه، بس حاول يهاجم ويضغط على المنتخب الالماني ويرجعه لورا. يعني ما اكتفى انه يشاهد المنتخب الالماني بيهاجم عليه وانه يرجع للوراء يدافع فقط، لا كان بيحاول يثبت نفسه
خاصة انه هي البطولة ما عاد تتكرر ممكن، فلازم يثبت حاله او يقدم شيء يعني يذكروا فيه التاريخ. هن حاولوا، بس بصراحة لما تلعب امام المانيا يعني من الصعب جدا انك تخرج سالم. وهيك بنكون انا هنا الفيديو تبعنا. اتمنى انه يكون التحليل نال اعجابكم. اذا اول مرة عم بتشوفني حط لي لايك للفيديو، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. كان معكم علاء، بتشرف وبكبر فيكم. السلام عليكم.